لو عربيتي بنزين وعايز اقلبها غاز، ايه رايك في الموضوع ده؟ بص هنحسبها بورقه وقلم. لو انت عربيتك بنزين، شوف انت بتستهلك بنزين قد ايه في السنه وبتفول كام مره في السنه، واحسبها في ورقه وقلم. بعد كده هات مثلا الحسبه بتاعه التفويله بتاعه الغاز كل يوم على مدار السنه، واحسبها انت بورقه وقلم، وانت تكتشف الدنيا ماشيه ازاي. والله تكتشف بنفسك ان في حوالي 250 الف فرق ما بين هنا وما بين هنا. فانا لو كل سنتين ثلاثه المكنه باظت من الغاز، انا ممكن اغير مكنه كامله ببساطه عن حاجه بربع الثمن اللي انا وفرته اصلا في البنزين. لو عايز تركب غاز، انا بنصحك ان انت تركب غاز. اي نعم هو ده بيأثر على الموتور، بس بيأثر على 5 6 7 8 سنين، وفي عربات كسرت ال 10 سنين. انا يا سيدي لو جيت كل 10 سنين ولا كل سنه غيرت شورت بلوك او غيرت مكنه، انا عايز اقول لك ان انت اصلا موفر يعني 3/4 الزياده دي كلها من استهلاك الوقود. يعني انت شوف عربيتك بتحرق كام بنزين في السنه، ما تحسبهاش في اليوم. انت في اليوم ما تحسبهاش في اليوم، احسبها بالسنه. احسب كده، هات ورقه وقلم دلوقتي كده واحسبها بالسنه. انت دلوقتي التفويله واقفه عليك بكام؟ ب 365. وكمان انت لو تفويله غاز احسبها ب 365، هتلاقي رقم متخلف. انت لو غيرت المكنه كل سنه انت كسبان. طيب تغيير المكنه ده بيأثر على العربيه في البيع والشراء؟ اطلاقا، ولا اي مشكله يا باشا. انا المكنه بتاعتي شايف ان هي عايزه اتعمض وانا مش عايز اعمضها، قلت اغير شورت بلوك ما يعيبنيش في حاجه. اللي يعيبني الشاسيه بتاع العربيه، اللي يعيبني الاساسيه بتاعت العربيه. الموتور عادي يعني مفيش مشكله، لو عايز تغير موتور كل 6 شهور از يو لايك، يعني دي حاجه راجعه لك انت. انت بالعكس انت بتدي له لما بتيجي تبيع، انت بتدي حاجه للمشتري، مش المكنه لسه استيراد، فاهم؟ لسه جديده. بص جرب يمشي على العربيه، يطلع العربيه تمام. خليك فاكر انا نصحتك، وانت براحتك. لو عايز تقلب غاز اقلب عادي.